من نوادر الرياضة المصرية ان احنا نلاقي استاد متواجد او بيتم انشاؤه داخل مركز شباب، ولكن في مركز شباب مدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية الاستاد اللي موجود حاليا بيسع حوالي 25,000 متفرج، ولكن العمل توقف به منذ حوالي 7 سنين. المساحة عندنا كبيرة جدا، والاستاد بدأ من 2005. الانشاءات اللي حضرتك شايفها دي توقفت العمل فيها 2007، فحضرتك شايف ان حرام كل المبالغ دي تتصرف ويفضل الانشاءات بهذا الوضع اللي حضرتك شايفه السيء. لما من 2007 لحد دلوقتي 2014 يفضل الوضع زي ما حضرتك شايف كده، فده حرام، يعني ده اهدار للمال العام. فالوزاره حضرتك هي المفروض تبدا ان هي تكمل الفلوس عشان يبدا ان هو يشتغل، لان حرام حضرتك ان نفضل كده من 2007 لحد 2014 نفضل المبنى زي ما هو. لا حضرتك لو شفت الخرسانه لو لاحظت هتلاقيها الحديد بدا يتاكل. جه حد من الوزاره هنا وصورنا وصورنا الاستاد وصورنا كل حاجه وخد الصور وقال هيبقى فيه ان شاء الله باذن الله خير جاي، بس ما حصلش اي حاجه. 9 مليون جنيه اهدار مال عام، يعني لا منه كملنا الاستاد ولا منه استفدنا من الاستاد يعني، وحتى الانشطه يعني شبه يعني مش عارفين نعمل حاجه بسبب الاستاد ايه لسه ما كملش. احنا عندنا المساحه مش موجوده يمكن على مستوى الجمهوريه، فليه ما نستغلش المساحه دي؟ ليه الاستاد الاولمبي ده زي ما هو كده بقاله اكتر من 10 سنين؟ ده حرام، ما هو اهدار مال عام. المدرجات كلها بتتاكل، الشمس بتاكل كل يوم حتى الحديد نفسه بتاكل. ناشد عن طريق كابتن احمد شوبير وعن طريق قناه CBC ان انجدونا، الحقونا ننجد الشباب من الاماكن الوحشه نرجعها تاني للرياضه. صراحة أنا عايز اللي ينجدني، لأن أنا زهقت بقى. يعني الأمور دي كلها أصبحت مبالغ فيها بعنف وبزيادة وما ينفعش. يعني إيه ده؟ إيه كم هذا الإهمال؟ مرة في استاد دمنهور يبنوا نص ويسيبوا الباقي، ومرة في مركز شباب إيه، ومرة في نادي إيه، ومرة في نادي إيه. في الآخر تتكلموا على الشباب وعلى الناس. الحقيقة الأمر صعب جدا، والأمر لا مش صعب، ده مستحيل. يعني بالطريقة دي مستحيل. يعني نجلوا الملعب وابداوا شوفوا حد بقى يظبط المدرجات، وبعدين بعد كده ما تدوش الحاجات دي للقوات المسلحه. من الاخر حتى لو السعر غالي زيتنا في دقيقنا، فلوسنا رايحه لينا من الجيش للوزاره كله في بعضه، وفي النهايه تضمن ان المدرجات هتتبني وان الملعب هيتنجل وانه الاوض هتخلص وخلص الليله. يعني دايما لما يجوا مركز شباب تسندوا القوات المسلحه هتطمن. المقاول ولا عندنا صاله مغطاه في النادي طنطا الحمد لله والشكر لله هيتم افتتاحها يوم الخميس اللي جاي بعد عذاب العذاب، بعد ما شفنا الويل والعذاب. والمقاولين عندهم حق، ما هيعملوا ايه؟ ما هو المقاول يقول لك انا ما خدتش فلوسي، والنادي يقول لك الوزاره ما دعمتنيش، والوزاره تقول لك الموازنه خلصت وهكذا. لكن بتروح للجيش 1 زائد 1 يساوي 2، ابن دي في 6 شهور، في 6 شهور الفلوس والمستحقات وكله بيخلص وهكذا. فالمقاول معذور. يعني هو تفكروا ان المقاول، وبعدين المقاول ايه؟ الطن الحديد كان بكذا، ولا طن الاسمنت بكذا، ولا طن مش عارف الايه بكذا. اتغير خلاص. ال1000 طوب كانوا بكذا، كله اتغير، اسعار عماله تجري.